وسهلا بيكم في كورس غير منطقي. وغير منطقي معناه ان احنا بنتبنى حاجات افكار بنعيش بيها غير منطقية. الافكار دي تكاد تكون موروثة من المجتمع، تكاد تكون معتقدات اخدناها من الاب والام، واصبحت هذه المعتقدات هي القوانين اللي انا ماشية بيها في حياتي. فحضرتك كتير جدا بنتخيل ان احنا حياتنا كلها ماشيينها بطريقة تفكيرنا المنطقي المستقل، اللي هو الفكر الفردي بتاعي. ولكن بنكتشف مع الوقت ان انا عندي افكار مش بتاعتي بتبناها، وعندي توب مش بتاعي لبسته نتيجة ان انا خدت معتقد مش بتاعي من الاب والام، كان هو ده اللي سائد في المجتمع بتاعهم والاعراف بتاعتهم. فاصبح هذا العرف وهذا الشيء اللي هم انا تبنيته هو ده القانون الغير مكتوب، اسمها قوانين غير مكتوبة. يعني العرف والمجتمع بتاعنا أصدرها فأصبحت قانون، لازم تلبس هذا القانون. بوعي منك بدون وعي منك، هيأثر عليك مش هيأثر عليك، لازم تلبسه. فهنا الفكرة في إيه؟ ان انا ملغيش، مش كل القديم وحش ومش كل الجديد حلو. يعني مش كل اللي اهلنا قالوا لنا عليه خدوه حلو ولا كله وحش، ولا كل الجديد حلو ولا كل الجديد وحش. يبقى انا دوري ايه؟ ان انا ادور على الفكره القديمه اللي انا ممكن اتبناها وتكون هي دافع ليا للامام، او اصحح فيها حاجه واعدل مسارها. من هنا هبدا اتبنى افكار جديده او اصحح معلومات مغلوطه او معلومات منقوصه من هذا الاعتقاد. طيب لو انا عندي فكره مثلا زي فكره التعميم ان كل الستات وحشين، كل الرجاله وحشين، كل المتجوزين فاشلين، كل اللي قاعدين من غير جواز عوانس مثلا، فدي فكره تعميم. لازم ده معتقد انا تم توريثه من الاب والام. دوري انا هنا ايه؟ دوري ان انا افكك هذا المعتقد واعرف ايه الغلط في هذا المعتقد او هذه الفكره اللي انا تبنيتها، عشان افصل طريقه تفكيري عنها وابدا اقيم الفكره واحللها وتديني نتيجه مختلفه. طب لو انا غلط، ان الفشل اللي انا فشلته من الفكره اللي انا تبنيتها منهم، اشوف هي فشلت معايا، ابدا اغير طريقه تفكيري. بعد ما اغير طريقه تفكيري هتتغير طريقه السلوك بتاعي، فالسلوك هيغير النتيجه بتاعتي. فمهم جدا تفهم الفكره اللي انت واخدها هي فكره فرديه بتاعتك انت، من خلال الحياه اللي انت عايشها والاحداث بتاعت ظروف حياتك، ولا فكره انت متبنيها واعتقاد انت متبنيه من الاب والام. في كورس غير منطقي هتتعلم مهارات كتير جدا، وازاي تفصل بين الفكره بتاعتك المنطقيه وبين الفكرة الغير منطقية اللي انت خدتها من المجتمع او من البيئة المحيطة اللي انت اتربيت فيها. احجزوا معانا في كورس غير منطقي، هيفيدكم جدا. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.